وإلا جايين عندك الضياف حضري ليهم هاد السلطه دغيا كتحضر، كتجي رائعه راقيه. اولا تحضريها للفطور ديال رمضان، كتجي غنيه لذيذه بزاف، ما تشبعوش منها. والاهم انها دغيا دغيا كتحضر. بالنسبه للطريقه والمكونات، في طبق تقديم كنديروا الخس اللي ضروري يكون مغسول مزيان. بالنسبه لهاد المكونات باش حضرت السلطه، خديتهم من شجره الخيرات اللي كيوصلوا لك كلشي تلبه بالدار، وكيكون كلشي هكا بحال اختاريتيه بيديك. درت الخيار كذلك، طوماط سوريز، والاناناس اللي كيكون مقطع مربعات صغيره. كنضيفوا كذلك التفاح اللي كيكون مقطع مربعات صغيره، وبوعوي حتى هو اللي كيكون مقطع مربعات صغيره، خليت ليه هنايا الجلف ديالو. لافوكا اللي عصرت عليها شويه ديال الحامض. شوفوا معايا كلشي نقي، كيوصلوا لكم شجره الخيرات، كيوصلوا لكم كلشي نقي بحال اختاريتوه بيديكم. درت كذلك الصدر ديال الدجاج اللي كيكون مشحر في واحد شويه ديال الزبده مع شويه ديال الملحه، البزار والزعتر. كنديروا الزرارع باش كيعطيونا واحد التقرمشه اللي هي زوينه. كنديروا الزبيب والكركاع. وبالنسبه لهاد السلطه راه ممكن تضيفوا اي حاجه بغيتوها اولا تنقصوا اي حاجه هكا بغيتم. ممكن تعوضوا داك الصدر ديال الدجاج بالطون. وبالنسبه للصلصه خديت هنايا العسل مع العصير ديال الحامض، خلطتهم مزيان وكنسقيو بهم السلطه ديالنا. وبهكا كنكونوا وجدنا طبق ديال السلطه هماوي رائع، كنقدموه بالصحه والراحه.